مساء الخير على حضراتكم، أهلا وسهلا وحلقة خاصة من برنامج الكرة مع محمد صابر. كل التعازي لشعب فلسطين وأهل غزة. انتوا شهداء وسبقتونا على الفردوس الأعلى، وأنا بكلم حضراتكم شعب مصر كله من اسكندرية لأسوان. قلوبنا بتبكي، عندنا حداد في كل بيت مصري من اسكندرية لأسوان. صدقوني احنا مش عارفين ناكل، مش عارفين نستطعم، مش عارفين. عندنا حزن شديد لو صفته لكم مش هيوصف. عندنا حزن شديد. انا بكلم حضراتكم عشان اوصف لكم ان مصر وفلسطين واحد. احنا حاسين بيكوا قوي 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 قوي. انتوا شهداء وسبقتونا على الفردوس الاعلى. احنا ما بنعملش حاجه إلا لما بنتابع الاخبار، بنشوف حاجات. فين العالم؟ فين العالم؟ محدش بقى يقول لي متحده، ومحدش يقول لي اي حاجه. هقول له انتوا طلعتوا اي كلام. فين الانسانيه؟ فين حقوق الانسان اللي انتوا بتنادوا بيها دي؟ فين حقوق الانسان والاطفال بتتذبح والنساء بتتذبح والاطفال ذنبها ايه تقتل، والنساء والرجال والشباب؟ ليه كل ده؟ ما تتكلموش بقى على حقوق الانسان. خلاص انتوا خلاص يعني كل واحد بيتكلم على حقوق الانسان. انتوا ما تعرفوش حتى الانسان ده الحيوان ما يتعملش فيه كده. بجد انا بكلمكم وانا حزين جدا جدا جدا. ومحدش بعد اذن حضراتكم بقى يزايد على الشعب المصري. احنا محدش يزايد علينا. احنا فلسطين في قلوبنا، في القضية الفلسطينية وفلسطين والشعب الفلسطيني في قلوبنا. في قلوبنا. احنا عندنا زعيم وقائد دلوقتي اسمه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا معاك يا ريس، احنا معاك يا ريس في اي قرار تاخده. انت شفت يا ريس لما انا انت طلبت، قلت للشعب المصري، لو انا قلت للشعب المصري نزلنا يا ريس كلنا من اسكندريه لاسوان، والعالم كله شاف الملايين اللي نزلت تأييد لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضية الفلسطينية، وكل قرارات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما احنا لو طلعنا الفلسطينيين من أرضهم وجبناهم سينا، خلاص يبقى القضية الفلسطينية خلصت مبقاش فيها قضية فلسطينية. خلاص يبقى الموضوع خلص. خلاص احنا معاك يا ريس في أي قرار هتاخده. احنا معاك يا ريس، احنا معاك. القضية الفلسطينية، فلسطين هيفضلوا في أرضهم، والصهاينة اليهود هم اللي هيخرجوا من فلسطين إن شاء الله قريب جدا يا ريس. وإحنا معاك يا ريس. أنا كمحمد صابر يا ريس، وبرنامج الكرة مع محمد صابر، وكل إعلاميين مصر من اسكندرية لأسوان، وكل رياضيين مصر من اسكندرية لأسوان، بندعمك يا ريس في أي قرار هتاخده. إحنا معاك يا ريس، إحنا معاك. وأي حد يا ريس، أطمنك يا ريس إن أي حد هيفكر يعتدي على بلدنا مصر الحبيبة، إحنا كلنا الجيش المصري، الشعب كله الجيش المصري. انا كمحمد صابر وبرنامج الكرة مع محمد صابر واسرة برنامج الكرة مع محمد صابر، وكل رياضيين مصر من اسكندريه لاسوان، وكل اعلاميين مصر زمايلي المحترمين من اسكندريه لاسوان، هنكون كلنا في الجيش المصري، كلنا الجيش المصري. احنا مش شعب. الشعب والجيش هو حاجه واحده يا ريس. واحنا معاك يا ريس، احنا معاك. احنا معاك يا ريس. وكل تعزيه لاهل فلسطين وكل الشهداء اللي سابونا على الفردوس الأعلى. أنا عايز أقول لكم إن المصريين عندهم حزن شديد جدا 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 جدا. عندنا حداد، مش عارفين نستطعم أي حاجة، مش عارفين نعمل أي حاجة. قلوبنا كل يوم بتنزف دم. قلوبنا. أنا ما قدرتش أطلع معاكم صورة النهاردة وأنا بسجل حلقة فلسطين، بجد، لأن كلنا نفسيتنا مش حلوة. بس أنا كان واجبي النهاردة أكون معاكم عشان أوصل لكم شعور الشعب المصري كله من اسكندرية لأسوان، وحولها لكم إن القضية الفلسطينية دي في قلوبنا كلنا. فلسطين في قلوبنا كلنا. فلسطين يعني دي قضية شعب مصر كله من اسكندرية لأسوان. صدقوني النصر جاي، هيجي اليوم قريب جدا اللي كلنا نصلي في المسجد الأقصى، نصلي في المسجد الأقصى ب500 صلاة. وأنا كبرنامج الكرة مع محمد صابر، وأسرة برنامج الكرة مع محمد صابر، وكل إعلاميين مصر من اسكندرية لأسوان، ورياضيين مصر من اسكندرية لأسوان، كلنا مش هنخش بلدنا الحبيبة فلسطين إلا لما يكون معانا الفيزا فيزا فلسطين. كلنا هنتشرف واحنا معانا فيزا فلسطين قريب جدا. مش هنخش في فيزا الكيان الصهيوني
ولا فيزا إسرائيل أبدا، ده مش هيحصل قريب جدا. كلنا، وأنا برنامج الكرة مع محمد صابر هعمل حلقتي إن شاء الله قريب جدا في فلسطين، وكل إعلاميين مصر الرياضيين، كل إعلاميين مصر زمايلي المحترمين، الإعلام المقروء والمسموع والمرئي هيكونوا معايا، وهنعمل بث مباشر للعالم كله. هتبقى حلقة للعالم كله هيتفرج عليها إن شاء الله. وإحنا دخلنا فلسطين الحبيبة هنصلي في المسجد الأقصى بمشيئة الله قريب جدا، وهنخش بفيزا فلسطينية. وأنا عايز أقول لكم من هنا من برنامج الكرة مع محمد صابر، إحنا كمصر دلوقتي عندنا زعيم وقائد اسمه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حاسس بيكوا قوي وحاسس بالقضية الفلسطينية، واحنا مع الرئيس في اي قرار هياخده. اي قرار هياخده احنا مع الرئيس. وانا هقولها مليون مرة، اي حد بس، دي رسالة بقى للعالم كله، اي حد بس هيفكر يعتدي على ارض من ارض مصر، احنا كلنا احنا ما عندناش جيش، احنا الشعب والجيش ايد واحدة، كلنا هنكون على الجبهة. وانا اول واحد، وبرنامج الكرة مع محمد صابر وكل اعلاميين مصر رياضيين من اسكندريه لاسوان، وكل رياضيين مصر من اسكندريه لاسوان هنكون في الجيش المصري. اللي هيفكر بس يفكر اللي هو يجي ارض مصر ويجي يعتدي على بلدنا الحبيبه مصر، كلنا الجيش المصري، وكلنا معاك يا ريس، وكلنا معاك يا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. بقى عندنا زعيم وقائد واب لكل المصريين، واب لكل المصريين، وزعيم وقائد اسمه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا معاك يا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اي قرار هتاخده يا ريس احنا معاك، احنا معاك يا ريس. وبوعدك يا ريس، اي حد بس هيفكر يعتدي على بلدنا الحبيبة مصر، احنا كلنا الجيش المصري، شعب مصر كله من اسكندريه لاسوان الجيش المصري. مش برنامج الكره مع محمد صابر، ولا اسره برنامج الكره مع محمد صابر، ولا اعلاميين مصر الرياضيين واعلاميين مصر كلهم، ولا الرياضيين بس، كل الشعب معاك يا ريس. يا ريس احنا معاك وبنساندك. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. كل التعازي لاهالينا في فلسطين، اهالينا اللي احنا كل يوم، بجد انا هنهي حلقتي الفردوس الأعلى، سبقتونا على الفردوس الأعلى لشهداء فلسطين. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.